فلويد مايوزر أنجح ملاكم في العصر الحديث، وأسلوبه كان لغز كبير لم يتمكن أحد من حله. كل العالم بيتكلم عن عبقرية فلويد الدفاعية، ولكن ما تنساش إن سجله فيه 50 فوز بدون ولا هزيمة واحدة، فأكيد إنه مش هيوصل للسجل ده بمهاراته الدفاعية بس. فالنهاردة مهارات فلويد الهجومية تحت الميكروسكوب. أهلا بيكم، أنا كوتش مهنا بشرح لك كل اللي بتحتاجه في عالم الملاكمة مستندا إلى العلم وبطريقة سهلة وبسيطة. طبعا كلنا عارفين ان فلويد بيستخدم الفيلي شيل، ولكن دايما بيدي خصومه اشكال مختلفه، ما بيثبتش على حاجه ابن الجنيه. فتلاقيه ساعات بيحول لونج جارد لو جارد، وطبعا علامته الفيلي شيل، وكمان عند الضروره تلاقيه حول وبقى هاي جارد، لكمات المسافات البعيده. دايما كانت استراتيجيه فلويد الاولى هي ان يخلي خصمه بعيد عنه قدر الامكان. Keep a motherfucker on the outside much as possible. فأول مهارة عنده في اللكمات البعيدة هي البيستول جاب، يعني لكمة المسدس زي ما انت شايف كده، وبرضه دي شرحنا ازاي تعملها في فيديوهات قبل كده. جاب فلويد سريعة وحادة، ودايما بيضربها من زوايا مختلفة، فساعات بيرميها من اللونج جارد وساعات تانية بيرميها من اللو جارد، والنوع ده بالذات بيعمل مفاجأة لخصومه. وكمان جابه للمعدة، وده سلاح رائع آخر بيسمح له بضرب الجسم دون الاقتراب، وغالبا بيستخدمها لإيقاف تقدم الخصم. بص عادة من الصعب جدا تنفيذ الهوك الخلفي من المسافات البعيدة، لكن فلويد أتقن الضربة دي بتكنيك خطير عن طريق تحميل وزن جسمه على قدمه الأمامية مع دوران جسمه بسرعة، وبعد كده يوصل اللكمة بدقة. تكنيك خطير كمان بيقفل بيه المسافة، والتكنيك ده من النوادر، وهو الليد ستريت رايت. على الرغم من انك تبدأ لكماتك باليد الخلفية يعتبر خطير، الا ان فلويد بيهيأ لها بتخفيض وضعيته ويحمل وزنه للامام قبل اطلاق الضربة بتوقيت مثالي. يا ابن الجنية يا فلويد، ضربة خطيرة كمان بيستعملها لتقليص المسافة، وهي الجاز الهوك. عشان تظبطها لازم خدعة، لازم تعمل فينت لتحت وبعد كده تحط الهوك من الناحية الجانبية وتديله في نص دقنه. النهاردة كان هجوم مايوزا، امبارح كانت جاب تريبل جي، وبكرة الدور على ايه؟ علشان تعرف لازم تتأكد ان انت متابعني وادعمني وشجعني، علشان انا بتعب في المحتوى ده، وافضل دعم تقدمه انك تبعت الفيديو ده لاصحابك.